ما هو أول ما يقابله المسلم في قبره؟ هل عمله الصالح أو مقعده بالجنة أو سؤال الملك له؟ الإنسان أول ما يموت يأتيه طبعا ملك الموت فيقبض روحه، فإذا كان مسلما خرجت كما تخرج النقطة من فيه السقاء، يعني نقطة الماء شلون تنزل سلسة هكذا تخرج روح المؤمن سلسة. أما الكافر فتسحب من جسد، تفر من الملك فيجرها من الجسد كما يخرج السفودة من الصوف المبلول. السفود اللي هو الحديدة اللي لها 3 أطراف، يجرها من الصوف كيف يقطع الصوف حتى تخرج هذه الحديدة. وكذلك روح الكافر عاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم يرتفع بها إلى السماء، أو بعد ما يقبضها الملك تأخذها الملائكة، إن كان مسلما تأخذها ملائكة الرحمة، وإن كان كافر أخذتها ملائكة العذاب معها كفن من النار أو كفن من الجنة، فيصعدون بها إلى السماء. أما المؤمن عندما تصعد روحه إلى السماء فيقول ما هذه الروح الطيبة، ما هذه النفس الطيبة، بأحب أسمائه إليه في الدنيا، فيقال هذا فلان ابن فلان، ثم يؤمر بها فترجع إلى الجسد. وأما الكافر فكذلك ترفع هذه الروح إلى السماء فلا تفتح لها أبواب السماء، ثم بعد ذلك يقال ما هذه النفس الطيبة، ما هذه الريح الخبيثة، فيقال هذا فلان بن فلان بأخبث أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا، ثم يضرب بمطرقة فيخر إلى الأرض مع الملائكة، وهذه أمور غيبية لا نراها. طيب، ثم بعد ذلك يوضع على اللي هي الآلة التي يحمل فيها إلى القبر اللي هو النعش أو غيره، وكل ابن آدم وإن طالت، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوم على آلة حدباء محمول، فيحمل. فالمؤمن يقول عجلوا به، والكافر يقول ويله أين تذهبون به، ثم يؤخذ إلى قبره ويدفن في القبر. مجرد أن يدفن في القبر يأتيه الملكان فيقعدانه ثم يسألانه من ربك ما دينك ما هذا الرجل. وذلك يستحب لنا إذا دفنا الميت أن نقول اللهم ثبته عند السؤال، يعني الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم الآن يسأل. فهذا الظاهر أول ما يقدم له في قبره هو السؤال، ثم بعد ذلك يأتي عمله الصالح كصورة رجل صالح، صورة رجل صالح يقول من أنت؟ ما هذا الوجه النير أو كما قال، يقول أنا عملك الصالح. ثم يأتي الكافر عمله القبيح بوجه قبيح، فيقول ما هذا الوجه القبيح، فيقول أنا عملك السيء. آذن الله إياكم.